هنرجع بقى بعد العيد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ. منورنا ومشرفنا. نرجع بقى بعد العيد وناخد معاك بقى ايه شويه حاجات حلوه كده. كل سنه وانت طيب. انت طيب يا استاذ. عايزه اعرف بقى امتى بدات تظهر عندك موهبه الشعر، او حسيت امتى بده؟ من سنتين، والناس طبعا المقربين مني لفتوا انتباهي لكتابه الشعر وان انا اجتهد للموهبه دي. يعني الحمد لله ربنا بيوفق يعني. طيب ايه قول لي بقى ايه اكتر موقف او حاجه حسيت او حبيت انك عاوز تكتب لها وحسيت انها اثرت فيك قوي فقلت بقى اما اكتب اكتر حاجه اثرت فيا فراق ابويا، لان فراق الاب صعب جدا بالنسبه لي وبالنسبه لاي حد يعرف يعني ايه اب بجد، ولا لو قعدت عمري كله اتكلم عن ابويا مش هوفي له جزء من حقه. طبعا كلنا طبعا عارفين. انا حاسه بيك بجد. مش هنعيط، احنا مش عايزين نعيط. ربنا يرحمه طبعا ويغفر له ويسامحه. وطبعا الاب حاجه مهمه جدا، ومن يعني عمود واساس البيت وكل حاجه موجوده، بس فعلا للاسف يمكن ما بنحسش بالحاجه ده الا بعد الفراق. فبتبقى الموضوع صعب جدا. انت يعني في الترتيب في الاخوات اصغر ولا اكبر؟ لا اصغر. علشان كده يمكن الموضوع اثر معاك شويه. ايوه طبعا. وكانت علاقتك عامله ايه بوالدك؟ كانت علاقه مقربه جامد، لان انا اللي كنت على طول كان على طول هو المحتضن ليا، لان طبعا اخواتي اللي اكبر مني متجوزين كل واحد في عيشه، كل واحد منشغل بقى، فانت كل حاجه. فانا على طول كنت معاه، كان على طول يسال عليا وانا اسال عليه، فانا كنت قريب منه. فعلشان كده ممكن الموضوع ده اثر معاك، او حسيت ان هو يعني خدك قوي منه، فحسيت قلت لا انا نفسيتي مثلا مش احسن حاجه فقمت كاتب بقى. طبعا. الكلام كان بتاثير ولا كان الكلام عامل ازاي؟ طبعا بتاثير. بوجع يعني ولا اي كلام؟ لا بوجع، لان مجرب الموقف. مجرب وبوجع. طب انا عايزه اسمع حاجه واشوف ده كان بوجع ولا لا، بس من غير ما اعيط، عشان انا برضو الله يرحمه والدي كنت مفتقداه لحد حين يعني. الله يرحمهم جميعا. اللهم امين. يلا من غير ما اعيط باكد عليه. ابويا حاجه ما تتوصفش ولا يوفي حقه اي كلام، ابويا السند والظهر اللي كان بيحميني من وجع الايام، والله يابا من بعد ما مت وما بقاش في طعم للايام. ابويا الغالي اللي سابني وراح مكان تاني، مكان احسن من الدنيا وقلة راحة البال، سابني فيها وحداني بعافر مع الايام، وعايش وسط احزاني بعاني وبتألم. ابويا اللي كان بيفهمني من قبل ما اتكلم، ابويا الضحكة الصافية والقلب اللي عمره ما شال، والله كنت بتألم يوم ما كان كتفي للغالي شيال، احساس صعب وعمره ما كان يخطر على بالي، خلاص رحت يابا وسبتني تحت وانت في العالي، خلاص يابا بقيت من بعدك غريب وسط ناسي وخلاني. الله يرحمك يابا ونفسي تجيني ولو مرة في منامي، عشان اطمن واتونس بيك في احلامي، اصل الحياة بقيت من بعدك غريبة وملهاش طعم، ده انت اللي كنت بتستر ظهري يابا بوجودك وانكشف ظهري يابا من بعد يوم موتك، ويكفيني ان عايش على حسك واخلاقك، واقول ايه ما الناس كلها يابا شهدالك انك كنت انسان طيب بافعالك، عشت خفيف على الدنيا ورحت نضيف، وانا يابا من بعدك عايش كأني كفيف، الله يرحمك يابا كنت راجل شهم وعفيف، وكان لك هيبة في المشية على رجليك، وانا نفسي ولو مرة احلم يابا اني ببوس ايديك، يا غالي عليا ومقامك عالي في السما ومرفوع، وانا كل ما افتكرك عيني يفر منها بحر دموع، الله يرحمك يا احسن حاجة في حياتي، على قدي ما كنت حزين بس فرحت من البشرة اللي كانت على وشك، حتى قبرك يابا كان بيشع منه النور، وامانة عليك ما تحرمني من الرؤية وقت النوم، عزائي الوحيد يابا انك سبتني بطل وصاين الامانة،
واسمك شرف ليا في كل مجلس وأمانة، هعيش بكلمتك وأكمل طريقك بكل شهامة، واسأل ربي يجمعني بيك في جنة الخلد بسلامة. نام وارتاح يا غالي، ابنك لسه على العهد باقي، سيرتك هي زادي وصوتك لسه بيرن في وداني. يا رب ارحمه واغفر له وبدل سيئاته حسنات، واجعله في أعلى عليين يا رب يا سامع الدعوات. اللهم امين. ربنا يرحمه. ما تعيطني، قلت لك ما تعيطنيش.